السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، مرحبا بكم مجددا مع إجابة محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، ألا وهي محافظة قنا. طبعا إن شاء الله الامتحان هيبقى بكرة بإذن الله بالنسبة لمحافظة الجيزة ومعظم محافظات مصر. فطبعا نتمنى التوفيق من الله عز وجل لجميع الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي، وأن يحالفهم التوفيق والنجاح والفلاح بإذن رب العالمين. من قناتكم قناة مستر اللغة العربية ومستر محمد سمير، ونتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه المحافظة بها معظم ما يأتي في الامتحان إن شاء الله غدا السبت 31/5/2025. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. ما تنساش ابن العزيز تشترك في قناة مستر اللغة العربية وتنشر الفيديو الأوسع نطاق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. نبدأ على طول السؤال الأولاني مع أولا التعبير الإبداعي. السعادة لا تطرق باب الكسلان. اكتب مبين أثر العلم والجد والاجتهاد في سبيل تحقيق السعادة للفرد والمجتمع. طبعا ده موضوع هتكتبه، أو السياحة في مصر، سواء ده أو ده، طبعا الاثنين أسهل من بعض. تفكر التعبير، تكتب على هيئة فقرات، وطبعا تهتم بعلامات الترقيم، ومع طبعا إن يكون الإملاء والنحو سليمين. التعبير الوظيفي، اكتب لافته تحث فيها زملائك على التعاون. طبعا زي ما شايف كده مستطيل، وتكتب جواه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. ثانيا من موضوع الحياة دقائق وثواني. اقرأ ثم أجب. والمعنى أنه بالتفكر والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي. طبعا معنى أو مرادف التفكر يعني التدبر، مضاد المعرفة الجهل. للتفكر والتأمل أهمية كبرى في إنجاز الاكتشافات العلمية، ووضح ذلك أنه طبعا بالتفكر والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي. بالإجابة كلها في القطعة. كتاب الإضافي يا ابني، كتاب طبعا طموح جارية. عندنا طبعا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الرسالة التي جاءت من التاجر كانت من ملك صقلية، إجابة صحيحة. أعلنت شبه حضور النبي ووفاة سلطان وتوليها الحكم، إجابة خطأ، لأن طبعا استدعى الطوران شاء رغم علمها بطيش حتى لا تدع للفرقة باب. بما كان يحلم ليوسف من معه كان يحلمون بالسيطرة على مصر ومقدراتها والشرق كله ونهب خيرات العرب. قراءة المتحرر يا جماعة رقم 3. ولد بمحافظة المنيا وفقد بصره نتيجة للإهمال، ولقب بعميد الأدب العربي، ومن إسهاماته أنه أبدع السيرة الذاتية في كتابه الأيام. سافر إلى فرنسا ليكمل دراسته وعاد أستاذا للغة العربية وعميدا لكلية الآداب. إنه الأديب طه حسين. بعد كده يا ابن العزيز ندخل على الأسئلة. طبعا المراد بالإهمال طبعا الإغفال، طبعا عكسه الاهتمام. الإجابة الصحيحة الإغفال. مضاد إبداع طبعا إخفاق، لأن إتقان طبعا واحد يتقن والتاني يسيء. أحكم طبعا ما طبعا مش مضاد أبدع، يبقى أبدع أخفق. عمل طه حسين في العديد من المناصب، ووضح ذلك من خلال كمال الفقرة. يا جماعة الفقرة اهيتي، والإجابة بتاعتها اهيتي، اللي هو سافر إلى مكة وعاد أستاذ اللغة العربية عميدا لكلية الآداب. بعد كده يا ابن العزيز ندخل على النصوص الإجباري. من نص سفينة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها إن ربي لغفور رحيم. معنى على يعني وقوفها على الشاطئ. مضاد تجري تتوقف. كيف تصرف قوم سيدنا نوح مع أثناء صنع السفينة؟ كلما مر عليه سخروا منه. قال سيدنا نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إلى آخر الآيات. نمرة ج موضح الجمال في قوله هي تجري بهم في موج كالجبال. تصوير لارتفاع الموج كارتفاع الجبال، وهذا يدل على علو الأمواج وارتفاعها. اكتب مما حفظت من النص ما يدل على أن أمر الله نوح بصنع السفينة وألا يهتم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. السؤال الاختيار اختار واحد منهم. نص وادي الكنانة. قال الشاعر فيا وادي الكنانة لن تزول وفيك نيل يجري سلسبيلا يطوف بمائه عرضا وطولا ويبسط فيضه عاما فعاما. مرادف يبسط طبعا يمد.
مضاد تزول تبقى. الشاعر شديد الإعجاب بوادي النيل وضح ذلك. هنشرح. نهر النيل طول ما موجود، طالما موجود على أرض مصر، فمصر محفوظة بحفظ الله لها وحفظ نهر النيل، لأنه ينشر الخير والنماء، والماء في كل ربوع مصر عرضا وطولا. وضح الجمال في النيل يجري سلسبيلا. وصف النيل بأنه طبعا وضح الجمال تصوير لنهر النيل بالماء العذب السلسبيل. يا وادي كان أسلوب نداء، وطبعا غرضه طبعا التعظيم. يبقى نيل يجري سلسبيلا. وصف النيل بماء العذب صاف بأنه خالد وبقر على مر الزمان. دي الإجابة بتاعت وضح الجمال. نيجي بعد كده النص. حب الوطن. ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجيء فنون الحادثات بأظلم، وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يترقى الناس إلا بسلم. طبعا مراد الفنون يعني أنواع. مضاد يترقى يهبط. لا رفعت البلاد إلا بيد أعلى. وضع ذلك لأن طبعا الرجال هم من يرفعون البلاد كما قال الشاعر. وضح الجمال في تجوه الفنون الحادثات. تعبير يصور طبعا من يظلم الوطن أن المحادثات والمصائب تلاحقه في كل وقت. هل يترقى الناس أسلوب استفهام غرضه النفي. غرضه النفي. بعد كده النحو يا جماعة. وصى لقمان لبنيه قائلا. طبعا قائلا حال منصوب بالفتحة. بني يكون يقظا فمن يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل مدخل السوء السوء مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة. يتهم زاحم العلماء بركبتيك واستمع لهم بأذنيك فإن القلب يحيا بنور العلم. طبعا اسم مكان واذكر فعله. مدخل على وزن مفعل وفعله دخل. صيغة مبالغة يقظ على وزن فاعل. الأمم تبنى بسواعد الرجال. يبقى الأمم مبنية زي قضى مقضي وسعى مسعي. المؤمن شكور. اجعل ما تحت خط اسم فاعل يبقى شاكر. المؤمن شاكر. الشفق أحمر من الأرض. طبعا أحمر لا يجوز أن تقول كده، لازم أقول أكثر إحمرارا. الطالب واع. طبعا لأن طبعا في حالة رفع غير بحذف الياء يبقى الطالب واع لمستقبله. بعد كده اسم الآلة مشتق ما بين القوسين عندنا مبرد لأن قلم وسكين جامد. الليل مسرح لخيال الشعراء ما تحته خط اسم طبعا اسم زمان لأنه طبعا الليل دل على زمن. الخط اكتب ما يملى عليك بخط النسخ مرة وخط الرقعة مرة. الابتسامة مفتاح القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيأمرنا بالتبسم وقال لك التبسم في وجه أخيك صدقة. ابن العزيز طبعا كل أعضاء جسمك 360 عضو محتاج كل يوم صدقة. فأنت ابن العزيز لو صليت ركعتي الضحى أو فيما أكثر، هي من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، الفترة دي حوالي 6 ساعات تصلي فيهم ركعتين لله، طبعا بيساووا طبعا 360 صدقة، كأنك عملت 360 صدقة. فحافظ ابن العزيز على صلاة الضحى طبعا لأن فيها خير كثير، لأن ده هو المحروم. من هو المحروم؟ هو من يعلم أن هناك 360 صدقة يوميا من خلال ركعتي الضحى ولا يفعلها، فطبعا هو خائب وخاسر. بعد كده الإملاء. والدك ابن العزيز يمليك طبعا الإملاء بخط كويس. وطبعا انت ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية، قناة نسر اللغة العربية مستر محمد سمير، وتشارك طبعا الفيديو لأوسع نطاق لأن نشر العلم فيه خير كثير. في نهاية الفيديو لا يسعنا إلا أن نقول وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ونتمنى لكم جميعا أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الصف الثالث إعداد التوفيق غدا في امتحان طبعا اللغة العربية، وتكونوا من أوائل الجمهورية.